السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فاش كتكون مشهور، مليونير، معروف، مؤثر، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، عليك أن تتحلى بالتواضع والأدب، لأنه لابد يكون عندك متابعين ومحبين وغادي يشوفوك في الشارع وغيبغيو يسلموا عليك وغيبغيو يهضروا معاك وغيبغيو يلتقطوا معاك، يعني ربما الصور. فعليك أن تتحلى بالتواضع وأن تصبر عليهم، لأن كيفاش حتى كتوصل وكيفاش حتى كتولي مؤثر كما يزعمون، أو كيفاش حتى كتولي مشهور؟ أول حاجة بفضل الله، ثم بفضل متابعيك والجمهور والمشاهدين الذين يتابعونك باش كتولي مشهور. فلذلك يعني ما كاين حتى شي مشكله انك تصبر عليهم في الشارع، الا بغاو يهضروا معاك، الا وقفوك، الا بغاو يسولوك، مشكله انك تصبر عليهم واحد شويه. مع العلم ان يعني بزاف ديال الناس ربما كيبغيو اللي يحترم الخصوصيات ديالهم. شحال من واحد كيكونوا عنده مشاكل، شحال من واحد كيكون عنده يعني غادي يعني مسرع، شحال من واحد يعني كيكونوا عنده بزاف ديال الارتباطات، فربما بعض الناس في الشارع كيشدوه وكياخذوا له من الوقت ديالو بزاف. هذا يعني حتى هو يراعى، يعني الناس حتى هما خاصهم يحترموا الخصوصيات ديال المشاهير ويحترموا. بعض المرات هذاك المشهور او هذاك الرجل كيكون يعني عنده مشاكل خاصة، ربما هو ماشي في المزاج ديالو هذاك النهار، ربما هو ما باغيش يهدر، ربما هو ما باغيش يشوف حتى شي واحد. يعني لابد من احترام هذه الأشياء، يعني خصوصيات هذا المشهور. لكن ما في مشكل أن الإنسان يكون عنده واحد شوية ديال الصبر والحلم، لأنك لابد، أنت مشهور معروف، لابد أن الناس يحبون أن يلتقوا بك ويسلموا عليك ويتكلموا معك ويتحاوروا معك. وأيضا يعني ما يمكنش هذاك المشهور غادي يتكلم مع الناس كاملين وغادي يتحاور مع الناس كاملين وغادي يسلم على، لأنه لا جاي يسلم على كل شيء ويوقف مع كل شيء ويهضر مع كل شيء، ضاع اليوم، ضاع الوقت كله، يضيع الوقت وغادي يضيع النهار كامل، وربما كاع الارتباطات اللي عنده، ربما عنده أسرة، ربما عنده أهل، عنده بزاف ديال الحوايج، فغادي يضيع الوقت وغادي يضيع النهار. فلا بد من مراعاة هذه الأشياء. لكن باش التوفيق بين الأمور هو أن المشاهير أو المعروفين أو اللي عندهم الملايير أو اللي معروفين على المواقع التواصل يكون عندهم واحد شوية ديال الصبر والحلم، ويكون عندهم واحد شوية ديال التواضع مع الناس اللي كيبغيو يشوفوهم وكيبغيو يتكلموا معاهم وكيبغيو يوقفوا معاهم وكيبغيو يتحاوروا معاهم. وكذلك على الناس انهم يراعيوا الخصوصيات ديال المشاهير ويراعيوا، يعني ربما بزاف ديال الناس كيعانيوا من بعض الحالات النفسية، يعني كيعاني من المشاكل، عنده أزمات، فلا بد من مراعاة هذه الأشياء للتوفيق بين الأمور. وهذه فقط كلمة يعني بغيت نقولها باختصار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.